السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم، معاكم محمد عبلة. النهاردة هنتكلم على المجالات الخاصة اللي المخترع يقدر يدخل فيها ويشارك ويبتكر فيها. هنتكلم عن أمثلة بسيطة عنها. المهم عايز أوضح لكم نقط وأمثلة عن أفكار ممكن تكون سبب إنك أنت تفكر فكرة جديدة أو تدخل في مجال حتى جديد عنك. طبعا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن أنت إزاي تفكر فكرة ابتكارية. عايزك بقى تستفيد من النقط دي، تدخل إن شاء الله معايا في المجالات اللي أنا هتكلم عنها، وعايزك تجرب. الحمد لله المجالات اللي أنا هتكلم عنها دي أنا كلها جربتها الحمد لله بفضل ربنا كويس، لكن أنا برضو عايز انقل لك النقط دي وانت جرب بنفسك. على فكره انا جربت حاجات لكن ما ينفعش تسجلها، حتى زي الحاجات الطبيه مثلا، في حاجات مثلا علاجيه ممكن اكون انا جربت حاجه كنوع من التجربه، هوايه. ما انت خلي بالك التجربه دي بتديك معرفه وبتعرفك وبتنمي من قدراتك. جربها حتى لو مش هتستفيد منها، جربها لمجرد انك انت تستزيد من العلم. دي حاجه اكيد هتفيدك 100%، حتى لو انت مش هتقدر تستفيد منها او تظهرها بقى للنور او كده. هفهمك بقى النقطه دي في اول حاجه عندنا واول مجال، وهي التكنولوجيا الحيويه. التكنولوجيا الحيويه هي خاصه بالحاجات العلاجيه، الادويه والمجال ده تحديدا ده مش لاي حد يقدر يدخل فيه. يعني مش اي حد يقدر يعمل علاج. ممكن انت تعمل علاج، وفي ناس بتعمل علاجات، وفي طلبه كمان بيجتهدوا ويعملوا علاجات، لكن انت محتاج اشراف طبيب، محتاج تصريح من وزارات، محتاج تجربه على عدد من الناس. الموضوع كده ليه سيستم ونظام خاص، مش بسهوله، موضوع صعب شويه انك انت تستمر في المجال ده الا لو تخصصك. فالمجال ده خد بالك اللي هو ليه ناس معينه. في عندنا برضو في المجال ده المجال الزراعي. المجال الزراعي بيحتاج تجارب، اذا كان بقى من علاجات للنبات او حاجه تسرع نمو النبات او تزود الانتاج وهكذا. برضو الحاجات دي بس يمكن موضوع النبات اقل شويه، لكن برضو بتخضع برضو للسيستم المعمل والحاجات الرسميه اللي انت لازم تشتغل عليها علشان تعرف اذا كان الفكره دي فعلا مناسبه وتنفع تكون موجوده في السوق وتنزل للناس ولا لا. فبرضو ليها سيستم خاص. انا بكلمك برضو لو انت مش متخصص اعتقد الموضوع ده هيكون صعب عليك. خلينا نتكلم على مجالات تانية برضو أنا جربت أشتغل فيها، وهي الطاقة المتجددة. طبعا من وجهة نظري ووجهة نظر ناس كتيرة، الطاقة المتجددة دي هي مستمرة. يعني ناس كتيرة تسأل تقول لي هو إيه الفترة الحالية الحاجة اللي مهتمين بيها أكتر؟ من ساعة ما وجدت الطاقة المتجددة وأعتقد هي أكتر حاجة مطلوبة. يعني مهما كان من بداية ظهور الطاقة المتجددة، وهي حتى الآن كل سنة لازم تلاقي فيه تطوير في الطاقة المتجددة، أو أكتر حاجة مطلوبة هي الطاقة المتجددة. توفير الطاقة، تقليل الانبعاثات الخاصة بالتلوث، كل حاجة في المجال ده مستمرة معانا. فأنت لو عايز المجال يستمر معاك يعني لقرون قادمة هي الطاقة المتجددة. الطاقة المتجددة فيها كذا مجال. يعني الطاقة المتجددة مش مجال واحد. خلينا ندخل كده في نقطة نقطة، والموضوع طبعا بتكلم معاك ببساطة، وانت فكر وشوف المجال اللي يعجبك، دور فيه وابحث فيه وحاول تتعلم فيه وجرب فيه. مش هتخسر حاجة ان شاء الله تجرب تجربة عشان تعلم بيها نفسك. عندنا اول حاجة في الطاقة الشمسية. ابسط حاجه ممكن تعملها، انا عندي سولار بانل ورايا هنا، انت ممكن تشتريها رخيصه مش غاليه، ممكن تجيبها وتبدا تعمل بيها تجارب. يعني احنا كنا بنعمل كده حتى للاطفال اللي انا بدربها، بجيب وحده طاقه شمسيه وخلينا يلا نجرب بيها، نمشي بيها عربيه، نعمل بيها حاجات كتيره قوي من الطاقه الشمسيه بدات بتجارب بسيطه، من تسخين الميه، حاجات كتيرة قوي قوي قوي. يعني ما كانش متخيل الواحد ممكن يشغلوا تكييفات مثلا اللي هي بتستهلك طاقة بعدد وحدات طاقة شمسية. طبعا هي بتبقى كتير عشان تقدر تعادل استهلاك التكييف. وفي طبعا سخانات شمسية. المهم الطاقة الشمسية مجال جميل جدا، لكن خلي بالك النقطة دي، الطاقة الشمسية خدت فترة لكن هي حاولوا يوزعوها في كذا حاجه. زي العربيات ما نجحتش بشكل كبير، ده بجد. يعني طبعا من خبرتي في المجال وتجربتي اللي انا كنت عايز اعمل عربيه بالطاقه الشمسيه والحسابات والكلام ده، الطاقه الشمسيه ما اثبتتش جداره قوي في العربيات مثلا. في الحاجات التانيه لا، هي في المنازل كويسه. حاجات بالذات العربيات والحاجه المتحركه دي لا، الطاقه الشمسيه ما نجحتش قوي. اللي نجح العربيه الكهربيه هي موضوع استخدام بطاريات
قويه بتاخد شحنه اكتر، زي اللي حصل طبعا في عربيه تسلا. يعني قبليها كنت انا من وجهه نظري قلت لا، العربيه اللي هي بالكهرباء دي فاشله، لان هي كانوا بيعملوا مسابقات عشان تجيب سرعه 100، يعني عشان تجيب 100 كان في مسابقات كتير تبع شركه شيل، كان في مسابقات انا بشوفها واقعد اراقب الموضوع الاقي ان هم مش قادرين يجيبوا بيها، يعني مش ما بتجيبش سرعه. طب انا اخد عربيه عشان تشتغل بالطاقه الشمسيه، اول حاجه وقتها قليل كويس، تاني حاجه بتجيب اقل من 100، طب انا جايب بالعربيه ليه؟ طب افرض الشمس راحت، افرض فكره اللي هو عمل حلول تقنيه فقدر يعمل بطاريات بعدد وبطاريات ذات كفاءه عاليه، حل المشكله دي، غير الاتجاه اللي خلينا سيبنا الطاقه الشمسيه واتجهنا لسيستم تاني، لكن نجح العربيه الكهربائيه. كان اعتقد والله اعلم يعني هو السبب لمتابعتي للموضوع ده، انا شايف هو سبب حول العربيه بقى من ان هي استخدام، لان كان كل حلم الناس اللي احنا نحط طاقه شمسيه فوق العربيه، بقوا في عربيات تبقى تلاقيها مختفيه بالطاقه الشمسيه، خلاص هي ما فيهاش شبابيك، لا فيها طاقه شمسيه. لكن الموضوع ده اختلف بعد كده لما حصلت الطفره بتاعت البطاريات. كويس. عندنا نقطه ثانيه، طاقه الماء، استخدام طاقة حركة الماء مثلا زي البحار وكده، بنقدر نحط فيها مولدات ونستفيد منها. طبعا الموضوع ده برضو مجال مفتوح فيه تجارب كتيرة جدا، لدرجة هم بيعملوا أجهزة صغيرة انت ممكن وانت بتتمشى على النهر ترمي حاجة تتحرك كده تولد منها كهرباء، تشحن الموبايل، تعمل أي حاجة. كل ده تفكير في المجال. ونقطة برضو كبيرة، عندك مجال، يعني الموضوع ده فيه توسع كتير وما خلصتش فيه الأفكار، يعني في حاجات كده تلاقيها مفتوحة، تقعد طول ما انت تجرب، طول ما بتعمل جديد ان شاء الله هتلاقي الافكار ده ليها صدى كويس. عندنا بعد كده طاقة الحرارة الأرضية، حتى الحرارة الأرضية البسيطة دي ممكن، أو حرارة لو حاجة حتت حارة أكتر ممكن يستفيدوا منها في حركة، اللي هم يستفيدوا يولدوا منها طاقة، زي مثلا إلى حد ما تسخين المية علشان بتاع ده زي المحرك البخاري وهكذا. المهم استخدام الحرارة اللي طالعة من الأرض في توليد الطاقة باستخدام أجهزة حساسة كده تستفيد من الحرارة دي. الموضوع ده يعني تجارب كده بس أعتقد مش مشهورة قوي، أنت تلاقيك ما سمعتش عنها، لكن يعني أهي حاجة موجودة ممكن حد يجي بعد كده يعمل فيها طفرة ويعمل فيها تطور. عندنا النقطة اللي بعد كده طاقة الرياح، طبعا كلنا عارفينها، ودي يمكن أثبتت جدارة، وعملوا طبعا طواحين رياح بأحجام رهيبة، فعلا أثبتت جدارة اللي هي بتولد طاقة نظيفة، فعلا بتولد كهرباء محترمة كويس، ليها فعلا كفاءة. يمكن الطاقة الشمسية محتاجة تتنظف، كفاءتها أصلا مش كبيرة، لكن طاقة الرياح بالنسبة للجميع أفضل في الأماكن طبعا هي المناسبة ليها. هنخش بعد كده على الجاذبية. الجاذبية نفسها كمان في تجارب على الجاذبية، ازاي تستفيد من حركة الجاذبية أو من الجاذبية، الحاجة أنت تعمل موتور أو حركة تكون كده كأنها متساوية زي الميزان شوية، تستفيد منها في توليد الطاقة. هنخش بعد كده على حاجة مهمة جدا ويا ريت تدوروا في المجال ده تحديدا، وهو الذكاء الصناعي. الذكاء الصناعي طبعا ده طفرة في الفترة الحالية ظهرت قوي، ويعني كأنها بقت حديث الساعة، حاجة ظاهرة قوي لينا، وناس خافت منها، ناس مش عارفة المجال ده. خش المجال الجديد، ادخل فيه بما انه هو ناجح ومش مجرد كلام، ادخل فيه. لقيت حاجة جديدة جرب وخبط ودور، ايه المشكلة؟ افتكر في كان في نازل طبعا عن تجارب الشات جي بي تي في البدايه، اول ما نزل كان في ناس كده كتبت اللي هو لا ده مش حقيقي وكده، يعني دي شوف رؤيه الناس اللي هي بتبص الموضوع من نظره يمكن تشاؤميه شويه. زي كل حاجه، زي الموبايل برضه اتهاجم في الاول، زي العربيه اتهاجمت في الاول، زي كل حاجه جديده الانسان عدو ما يجهل، اول ما الفكره تنزل هو الاول بيهاجمها. هنخش على نقطة تانية، وهي في الذكاء الصناعي عندنا. بالنسبة بقى هنتكلم على السوفت وير، الروبوتات. الروبوت نفسه لما يخش بقى فيه السوفت وير، خلينا نتكلم عن جزء السوفت وير. الذكاء الصناعي هو ببساطة كده ذكاء زي دماغنا كده، ذكائنا اللي عندنا اللي احنا ازاي نفكر نعمل إضاءة أو نعمل أو نصور، كل ده احنا بنفكر ازاي نعمله وازاي انا عملت كده لوحدي. يعني انا عملت رتبت الكاميرات وبدات اتك على الكاميرا لوحدي، رتبت اموري دي لوحدي، فكرت انا هعمل ايه لوحدي. هم عايزين يوصلوا اللي يخلوا البرنامج او السوفت وير ده يفكر لوحده. ببساطه هو عايزه يفكر، عايزه ياخد قرارات لوحده، يقدر يخدمني لوحده. اذا كان انا بديك خدمه، اللي انا بديك معلومات، هو عايز يوصل
الذكاء الصناعي اللي هو يديني معلومات مثلا ببلاش زي الشات جي بي تي اللي انا، بس طبعا هو متحمل بمعلومات من الناس اوريدي اللي بدات تساله وتكلمه، هو يقول حاجه غلط فاحنا نقول له الصح، بدا يلم مننا معلومات، بعد كده بدا يديها لنا بشكل معلومات مجمعه، وفي الغالب هو خلاص الى حد ما من كتر المعلومات ممكن يوصل فعلا لمعلومات دقيقه وصحيحه. فعندنا الموضوع ده بيدخل في الروبوتات، بحيث الروبوتات تقدر فعلا تتكلم معاها، تبدا تاخد معاها اسئله وردود فعل، ممكن تبدا تسلم عليه فيحس ان انت فعلا بتسلم عليه فيقول لك اهلا وسهلا وهكذا. يعني مش عايز اطول برضو عشان نخش على النقطه اللي بعديها، مش عايز الفيديو يبقى طويل ان شاء الله. عندنا بعديها طبعا زي الحاجات السوفت وير اللي وصلت للمواقع زي شات جي بي تي الاشهر طبعا، وخد بعديه الحاجات التانية نزلت بعديه والتعديلات بتاعته وهكذا. ده برضو احد الحاجات اللي هي بدايه علشان تشتغل على حاجات تانية، هيشتغل على الماكينات. هو خلي بالك بيستفاد حاجتين، هو بيعمل موقع انت بتخش تتكلم تعمل رد فعل، بيكتشف من الكلام بتاعنا ومن ردود افعالنا عشان يستفيد منه بعد كده. فانا متاكد اللي بيحصل في الموقع ده داتا بتتجمع بيستفيد منها ناس تانية، بعد كده تنزل لنا على الماكينات وعلى حاجات كمان مهمه بالنسبه لنا. عندنا بعد كده الماكينات نفسها ليها سوفت وير برضه بالذكاء الصناعي، عشان هو مثلا بيصنع حاجات معينه احنا لسه هنستخدم بقى الانسان يبدا يقطع بنفسه ويلحم بنفسه، لا هتلاقي الذكاء الصناعي فعلا بقى مدرك اللي هو مثلا بيرش عربيه او بيرش اكسدام عربيه، فبيبقى عارف البعد، لو لقى فيها مشكله ممكن بالليزر يعرف اذا كان هنا في عيب ولا لا وهكذا. كل دي طفره وتطور. انا شوف كل النقط اللي بقول لك عليها دي كلها مجالات ممكن تدور فيها وتستفيد منها وتفكر فكر مختلف، فكر يعني مختلف عن اللي موجود وعن اللي انا بقوله ده اصلا. ممكن يبقى انت صاحب تكنولوجيا جديده، حاجه تفيد الناس ويستفيد منها، وانت طبعا اولا تستفيد وتسجلها براءه اختراع. عندنا بعد كده تكنولوجيا الروبوت من ناحيه بقى الهاردوير، الماكينات بقى الميكانيكيه نفسها. هنلاقي اشهر حاجه انت يمكن شفتها دراع الروبوت اللي هو بيتحرك، بيحطوا عليه تول، مثلا التول اللي هي بتمسك حاجات، يحط عليه مثلا زي بنطه ممكن ينحت خشب، يحطوا عليه بنطه ثانيه مثلا حديد، للحديد تقدر مثلا تنحت او صلب تقدر تنحت مثلا نحاس حديد وهكذا. كويس. يحطوا عليه مثلا جهاز رش زي هتلاقوها في فيديوهات العربيات، مثلا يرش اكسدام عربيه بسهوله، يبدا يرش في بودي العربيه، يحط عليه كذا يعمل كذا يعمل كذا. اهو الفكره كلها في دراع الروبوت اللي هي مجرد 3 قطع، اتفرجوا عليهم هتلاقيهم الموضوع ما فيهوش اختراع، هم 3 قطع بس فيهم مفصل بيتحرك يمين وشمال، بيقدر فعلا يعمل حركه. الفكرة دي على فكرة يعني الفكرة تحديدا بتاعت الدراع دي جت من ايه؟ جت عارف من ايه؟ جت من الروبوت نفسه. يعني فكرة زمان التطور، وانا الحمد لله كنت متابع، كانت الناس عندها يعني مش بحث، لا ده كان عندها اصرار ان احنا نعمل روبوت جديد، لدرجه ان شركه سامسونج اعتقد كانت فتره من الفترات صرفت على روبوت ما يقرب من 29 مليون دولار حاجه زي كده. يعني تخيل روبوت واحد 29 مليون دولار عشان يتباع، فكره صعبه جدا انها تتباع بالمبلغ ده. كويس. لكن بسبب الروبوت وصلنا للدراع، كان اعتقد هو الروبوت ده كان اسرع حركه واكثر حركه مرونه بتاع سامسونج او بتاع تويوتا، قصدي لا بتاع تويوتا مش سامسونج. كويس. فتطورنا لده خلانا نستفيد اللي احنا اضفنا حاجه لايه؟ للصناعه. يعني فكر في النقطه دي، هي مش الفكره الاختراع هو بيجي في مكانه ويجي حاجه ثانيه في مكان، لا احنا ممكن نفكر فكره كبيره نستفيد منها لفكره صغيره لكن تكون ناجحه. مفيش مصنع موجود بره بيصنع عربيات او بيصنع اي حاجه الا ما هتلاقي فيه الروبوت اللي هو الدراع اللي بيتحرك ده. كويس. فطبعا ده طور معانا. فانا بقى كل ده بقول لك افكار وبقول لك فكر وابتكر، الموضوع مفتوح معاك والمجالات كتيره اهي. شوف اللي بيعجبك اشتغل عليه وابحث فيه. عندنا بعد كده نقطة هنتكلم بقى على النانو تكنولوجي. النانو تكنولوجي بقى ده مجال جميل جدا، وببساطة كده هو تصغير لكل حاجة. يعني المواد الخام احنا بنصغرها، بنضغط موادها جدا.
الخامه نفسها المعدن لو صقلناه وضغطناه خالص 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 هيبقى كانه ما فيهوش مسام. ببساطه كده لو جبت ازاز عادي، الازاز العادي لو جيت توسخه هيتوسخ كويس، لو كبرته جينا نكبره بالميكروسكوب هتلاقيه عباره عن حبات رمل مثلا كانها جنب بعض، تخيل كده كويس. فعشان كده لما انا بحرك ايدي الوساخه بتدخل ما بين حبات الرمل فيتوسخ الازاز، رغم اللي هو من صغر حجم الذرات الرمل انا بشوفه قدام عيني انه شفاف صح. لا تخيل بقى ان انا هضغط الماده دي الازاز ده يدخل في بعضه لدرجه هو يبقى في كانه صم كده، مفيش اي مساحه لفراغات، فانت تيجي تحط عليه اي حاجه وساخه او اي حاجه وحشه او تمسح ايدك كده بصمات ما يشيلش بصمه اصلا. ليه؟ سبب اللي احنا ضيقنا العناصر بتاعته بالنانو. قيس على كده هو ده النانو تكنولوجي، يعني باختصار هو ده النانو تكنولوجي. انا قابلت حد قبل كده كان عامل حاجه بالنانو اللي هو الاستاذ هاشم الحبشي من السعوديه، ده كان اخترع ماده النانو اللي اتعمل بيها الدايره اللي حوالين الحرم. اتكلمنا مع بعض وعرفت التجربه عامله ازاي. الموضوع بسيط جدا، قال لي والله انا كنت بدور في ماده جديده، فقال لي تخيل ان انا عملت الماده دي في المطبخ، يعني انا قعدت في المطبخ قعدت عملت تجارب وعملت كذا وعملت كذا، قعد شرح لي عمل ايه كتير عشان يوصل للفكره دي. قال لي الموضوع بسيط، رغم ان الواحد يسمع النانو دي عايزه معامل عالميه، لكن الفكره خدها من ابسط حاجه وعمل التجربه. بعد ما عمل التجربه راح قاسها كعند معمل نانو، فشاف لا فعلا لا الماده مختلفه، الماده وصلت اللي هم عملوا بيها اللي هو كانوا الدايره اللي حوالين الحرم هي الادوار الثلاثه دي بوزن خفيف جدا بتحمل صلابه عاليه جدا. وكانت تجربه وهو ما كانش مجاله خالص على فكره، حاجه مش مجاله لكن ما شاء الله ابدع فيها. عندنا النقطة اللي بعد كده الحاجات الخاصة بالبناء ومواد البناء. طبعا دي حاجة مستمرة معانا برضو، خلي بالك المباني دي مستمرة معانا، اختلفت أو كبر حجمها أو قلت بقى في أبراج أو في مباني صغيرة، فموضوع البناء ده مستمر معانا على طول. عندنا مواد البناء فيها تغير وفيها اختلاف، يعني لدرجة بيقول لك في طلاق بينور، ممكن تبيض حاجة تلاقي مثلا الطلاق ده أصلا بينور بيتغير ألوانه، وهكذا من الإبداع في الطلاق. وفي طلاق بالنانو بحيث هو الطلاق ده ما يتوسخش، وهكذا إبداعات رهيبة في المجال الخاص بالطلاق. برضه بقول لك كمجال ممكن تبحث فيه. عندنا طبعا المواد او الادوات قصدي بتاعت البناء، ادوات استخدام الادوات بقى، في ادوات لدرجه اللي فيه جهاز بيعمل محاره، في جهاز بيبيض اوتوماتيك، كل ده ابداعات في البناء. انا بقول لك مجالات مفتوحه تقدر تدخل فيها. اخر حاجه هنخش على النقل والمركبات اللي هي بيدخل فيها بقى السيارات الكهربائيه الذكيه، الحاجه اللي هي كانت حلم واتحققت فعلا، انتوا شايفينها، مش عايز اتكلم برضه فيها كتير، انتوا عارفين عربيات تسلا وهكذا من العربيات اللي هي فعلا العربيه دلوقتي ممكن فعلا تمشي لوحديها وانت سايبها، عارفه رايحه فين، لو قابلت اي حاجه بالذكاء الصناعي تعرف تتصرف ازاي. عندنا السيارات هي رقم واحد بالنسبه لنا، الحاجه اللي هي واخده التكنولوجيا الاعلى بالنسبه للسوق. عندنا تاني حاجه المركبات كمان الطائره اللي هي ما كانتش موجوده، دلوقتي بيفكروا هم وصلوا الى حد ما، لكن الموضوع كان صعب فتره، ازاي يعملوا مركبه طائره تطلع لفوق مش بتطير. انا اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده، كانت حاجه صعبه فعلا جدا لحد ما وصلوا للفكره دي، ازاي يعمل مركبه خفيفه فعلا تطير بيك وتتحرك بيك من مكان لمكان. هنخش على اخر حاجه وهي القطوره الذكيه بقى والمترو الذكي، زي الهايبر لوب اللي هو بيتعمل اعتقد هيتعمل في السعوديه، تكنولوجيا برضو رهيبه. يمكن لو ما سمعتش عن الموضوع تقدر بقى تبحث عنه وتعرف ازاي اللي احنا يعني فكره بيقولوا كان فكره ايلون ماسك اللي هو يعمل طريق كده عباره عن اسطوانه دايره تقدر يحط فيها زي اتوبيس، واعتقد حصل تجارب اتوبيس كده صغير او حاجه تتحرك بسرعه رهيبه، بيقول لك مش عارف سرعه قد ايه، ينقل حد من مكان لمكان يمكن 1000 متر في وقت قليل جدا. كل دي حاجات تكنولوجيا وافكار ممكن انت تفكر فيها وتشوف انت ممكن تضيف فيها ايه، ممكن تزود فيها ايه من ابتكارات واختراعات. ومهم ان انت تكتب افكارك، ما تهملش اي حاجه، تسجل الفكره علشان تحقق حلمك، وان شاء الله بعد كده بقى لو في مسابقات او حاجه هبلغكم بيها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.